لم يكن انحسار موجة العنف في سوريا ومصر انحسارا في كل مكان، ففي الجزائر التي انتقلت في ليلة واحدة من صناديق الاقتراع إلى الحرب الأهلية كانت الدماء لم تزل تنزف. تعتبر الحالة الجزائرية واحدة من أغرب وأبشع حالات الصدام بين الإسلاميين والدولة، فقد كانت الجزائر عندما اكتسحتها أعاصير العنف المدمر في مطلع التسعينيات تعيش عملية تحول ديمقراطي حقيقي ومثير كان يمكن لها أن تصبح نموذجا لشعوب ودول المنطقة. في نوفمبر تشرين الثاني 1982 وجه عدد من العلماء والشخصيات الإسلامية بقيادة الشيخ عبد اللطيف سلطاني أبرز صوت إسلامي في البلاد نداء يدعو من جديد لإصلاح أوضاع الدولة والبلاد. وعندما توفي الشيخ سلطاني في إبريل نيسان 1984 استعرض الإسلاميون ثقلهم الشعبي في جنازته التي ضمت زهاء نصف المليون من الجزائريين. وما إن انفجرت انتفاضة 1988 حتى اتضح أن عناصر إسلامية غير منظمة لعبت دورا نشطا في سيطرة الشعب على الشارع والتصدي لقوات الأمن. في 25 من مايو آيار 1991 دعا عباس مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب مفتوح واعتصام في ساحة الشهداء وسط العاصمة. بدا الاعتصام ضعيفا، ولكن شيئا فشيئا تزايد عدد المعتصمين ليصل إلى ذروته عندما بدأت قوات الأمن والجيش في احتلال الشوارع الرئيسة المحيطة. وقد شهد الإضراب عددا من الصدامات بين قوات الأمن والجيش والمتظاهرين سقط فيها قتلى وجرحى. لم يطالب المعتصمون بعقد انتخابات فورية وحسب، بل نادوا أيضا باستقالة الرئيس بن جديد. وبعد أيام من بدء الإضراب أعلنت حالة الطوارئ، وأعلن بالفعل تأجيل الانتخابات البرلمانية. سيطرت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار لم يخفف منها إلا عقد الانتخابات البرلمانية في نهاية ديسمبر كانون الأول. جاء الانقلابيون بالزعيم الوطني الذي كان منفيا في المغرب محمد بوضياف رئيسا للبلاد. ولكن بوضياف الذي أخذ موقعه الرئاسي مأخذ الجد لم يكن مفيدا لحكم عسكري مقنع، وسرعان ما تم قتله في حادث اغتيال لفه الغموض. خلال السنوات القليلة التالية اندفع آلاف الشبان المسلحين إلى الجبال في استعادة لتقاليد حرب التحرير. بعضهم
كان سلفيا يؤمن بكفر الدولة، وبعضهم كان يحتج على الانقلاب على إرادة الشعب، وبعضهم حركه غضب كاسح على فقدان الأمل وانغلاق أبواب المستقبل. وقد عززت صفوف المسلحين الإسلاميين أعداد من المجاهدين العائدين من أفغانستان. في كل من سوريا ومصر والجزائر استخدم الإسلاميون مسوغات مختلفة لإسباغ الشرعية على استخدامهم العنف المسلح. مرة استند العنف الإسلامي إلى مقولة الحاكمية، ومرة إلى مفهوم الجاهلية المعاصرة، ومرة إلى مفاهيم سلفية استنبط منها تكفير الأنظمة الحاكمة ووجوب قتالها. ولكن العنف في الحقيقة كان خياراً عبر عن الاستقطاب الحاد في المجتمعات الإسلامية وعن انغلاق الأفق السياسي.